ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنبدأ مع بعض تربية الكتاكيت من اول يوم. انا بجيبهم ازاي وبستقبلهم على ايه وبتعامل معاهم ازاي. وسعر الكتكوت النهارده كام والفراخ النهارده كام. انا طبعا اتصدمت من سعر الكتكوت لان كنت حاجزة على اساس انه ب25، ولما رحت جبتهم لقيت الكتكوت بعامل 30 الابيض، ومعرفش البلد المهجن بقى عامل 20 ولا كام. طبعا انا جبت، ما ينفعش ان انا استنى لان خلاص طالما نويتي وحضرت المكان بتاعهم وخلاص مش هيفرق بقى 5 من 10. هو مرة طالع مرة نازل عامة. يعني اللي بيربي مش بيبص للسعر قوي. يعني اي نعم السعر غالي. انا رحت مثلا جبت 10 ب300، كنت الاول بجيب ال10 ب50 وب70، ولما بقى ب10 بقى ب100. طبعا اول مره اجيبهم بالسعر العالي ده قوي، ان تجيب 10 كتاكيت ب300 غير العليقه او غير البادي غير التحصين بتاعهم. آه، طبعا عامه كل حاجه في البيت حلوه للناس اللي غاويه تربيه كتاكيت او حاجه نظيفه او تاكل اكل بيتي، او مثلا يعني الظروف ساعات ما بتبقاش سامحه ان انت تجيبي حاجه، يبقى عندك مثلا بيتك فيه خير، التلاجة بتاعتك مليانة خير لما بيكبروا. المهم من أول حاجة وأول خطوة تعمليها تجيبي كتاكيت نضيفة أو تجيبي فرزة كتاكيت نضيفة. هتعرفيها ازاي؟ تعرفيها ازاي دي بقى لو انت مبتدئة مش هتبقي عارفاها قوي. هتبقي محتاجة ان انت تتعاملي مع حد ثقة. تتعاملي مع مثلا معمل ثقة او دكتور بيجيب متخصص مثلا في الكتاكيت بيجيبها، بتبقى عارفة ان انت واخداه من مكان كويس، ما تجيبيش من الناس اللي بتمشي في الشارع. الناس اللي بتمشي في الشارع بيبقى الكتاكيت بتاعتهم مش متحصنة. قليل قوي اللي بيبقى عنده ضمير، بيبقى معاه كام نوع فرخ وكان ابيض ومعاه بلدي يعني حاجات كتير وبيلف بيهم في الشارع طول اليوم. بتبقى في حاجات وارد ان هي منهم ميتة، فبتبقى مش حلوة. لكن المعامل بتجيب الكتاكيت اللي هي الفرزة الأولى المتحصنة. ما تبصيش لسعر الكتاكيت ب30 النهارده وصاحبتك جايباه ب20 او ب15، ممكن يكون كتكوت تعبان، ممكن يكون مصدر مش من مصدر مش من حق يعني من اللي هم حلوين. هاتي فرخ حلو يكبر معاكي على طول. هتمشي معاه صح خطوة خطوة هيكبر معاكي كل يوم عن التاني. هتحضني صح هيكبر معاكي. هنحضنهم ازاي؟ طبعا هقول لكم في صيف شتاء لازم التحضير ده. اول حاجه انت طبعا هتجيبي كميه صغيره او كبيره على حسب. انا دلوقتي جايبه 12. المكان بتاعي مش كبير ومش صغير، طبعا ما ينفعش اضيق عن كده وما ينفعش برضه اوسع عن كده لان هم لسه صغيرين عايزين تدفئه. التدفئه اللي هي ايه؟ درجه حراره حلوه. ليه؟ لان احنا يعني في الحر، في الشتاء بيبقى درجة الحرارة معينة، بيبقى مش عارفة على 34 أو 36. بتستقبليهم وبعد كده بتبدأ تقل نص درجة كل مثلا 3 أيام وهكذا. بصوا أنا يعني في حاجة بتقيس الحرارة أنا ما جبتهاش وعمري ما اتعاملت بيها، أنا ماشياها كده كأنك بتتعاملي مع بيبي. يعني الفرخ طول ما هو حلو وواخد درجة الحرارة بتاعته حلوة هتلاقيه بيمشي ورايح جاي معاكي كده. سقعان هتلاقيه واقف يعني كاشش في نفسه كده وسقعان عايز تدفئة. وبرده في الشتاء نفس النظام. دي حاجة تانية. بتستقبليهم أول حاجة على حاجة اسمها محلول جفاف. محلول معالجة الجفاف بتجيبيه من الصيدلية كيس ب2 جنيه. على حسب يعني المكان اللي انت فيه. لا اما على ميه بسكر، يعني انا طول عمري كنت بستقبلهم على ميه بسكر، فجي لقيت حد قال لي لا استقبليهم على محلول جفاف احسن وجربي. فقلت اجرب المره دي معاكم. فمش هيخسر سواء ده او ده. محلول الجفاف بيقعد قد ايه؟ بيقعد 8 ساعات، من 6 ل 8 ساعات، وبعد كده بتغيريهم وتحط لهم العلاج اللي انت جايباه من عند المعمل اللي انت شاريه منه مثلا. في علاج بقى اللي هو ايه صبح وبالليل. يعني في علاج بتاخديه الصبح بتحطيه الصبح، وفي علاج بتحطيه بالليل. معانا بصوا هو ده محلول الجفاف، بيتباع في اي صيدليه، املاح معالجه الجفاف. ده الكيس ده بحطه على يعني نص لتر ميه. نص لتر ميه، لو عندك سقايه صغيره السقايه دي بتاخد لتر ميه حطي عليها نص لتر ميه. فانا كنت جايبه 2، يعني هو قال لي هاتي كيسين. فقلت لا يعني هحط لتر ميه مش هيشربوه في ال8 ساعات. آه، فهجيب ايه؟ هحط نص لتر على كيس من ده. فالنص لتر فطبعا النص لتر هم مش بيستخدموه كله او مش هيشربوه كله في ال8 ساعات، فحطيت قلت حط حبة اول باول ما احطش النص لتر كله. انا ما حطيتش لتر كمان، فانت ممكن تقدري تجيبي كيس واحد على نص لتر ميه، نص سقايه ميه. حلو قوي. وبعد 8 ساعات هتغيريهم تحط لهم العلاج بتاعهم. العلاج ده اللي هو ايه؟ ده
ده زي فيتامينات، ده صبح، ده صبح وده بالليل. يعني عكسي، يعني الاسود بيبقى الصبح، بتاع النهار بيبقى بالليل. فهمتي؟ على حسب بقى ما الدكتور هيقولك لك. ده العلاج اللي عندنا، اللي الدكتور بيديهولنا عندنا مع الكتاكيت. ده بيبقى بالليل، ده بالنهار وده بالليل. يعني عكس، هتعكسي العلاج، هتعكسي اللون. طبعا انا بحط لهم غطا على سقاية مية برضو. ما بحطش السقاية كلها، مش بملاها كلها. ليه؟ لان بغيره على طول، كل 12 ساعة بيتغير. في ناس بتقول كل 8 ساعات، بس انا طول عمري بغيره كل 12 ساعة، يعني مرة الصبح ومرة بالليل. تمام كده. عارفه بقى منين الفرخ اللي هو حلو؟ يعني انا هقولك، لو انت يعني مش هتعرفي خالص، تعملي الكتكوت كده يتقلب على طول. يعني انت فاهمه؟ تعملي الكتكوت كده يقلب نفسه على طول، زي مثلا كده، كده اتقلب على طول، يعني اهو. وهكذا تلاقي فراخك مصحصحه كده وحلوة. تعرفي ان الكتكوت ده حلو او نوعه حلو. ده طبعا مش قب. ليه القب بيبقى معروف ان في نقطة سودا من هنا؟ ده اكيد رص. لان الدكتور اللي انا ماشية معاه دوت بيجيب يعني انواع حلوة عامة. انا مش بسأله، مش متعودة ان انا يعني اسأل على طول. الاول كنت بسأل اي حاجة واقفة معايا بقول له اعمل ايه. انا الاول كنت بربي على سلك. اول ما بدأت خالص كنت بربي كده على النشارة. في حاجة اسمها جير مطفي برضه، يعني هنشوفها مع بعض في التربية الجاية، او في التربية دي في الفترة الجاية ما يكبروا شوية. انا مش هسيبهم هنا، انا هحطهم في المكان بتاعهم. انا بس حطهم هنا في جزء صغنن كده عندي في المطبخ. ليه؟ لان يبقوا تحت عينيا يتحضنوا، بيبقوا عاملين شبه البيبيهات، بيبقوا عاملين زي البيبيهات. عايزين عناية، عايزين اهتمام، عايزين يبقوا تحت عينيكي. يعني كتكوت مثلا انا حاطة هنا دي، حطها ليه؟ لان الكتكوت بينزل هنا. يعني الكتكوت ساعات بيجي يشرب ينزل من فيها. الكتكوت هيبل لنا نفسه، وبعد كده هيبقى واقف كاشش، وهيبقى ايه يعني، الكتكوت واقف كاشش كده وسقعان مبلول، فمش هينفع. فلا تحطي طوبة، لا تحطي حاجة صغننة، لا تحطي كوباية، لا مج. انا عاملة كده وحطيت كده. فمش مستاهله ان انا اجيب سقايه، او السقايه مش عندي. انا عندي السقايه كبيره، فقلت مش مستاهله ان انا اجيب سقايه طالما سعر الكتكوت عالي والاكل بتاعهم الكيلو جايبه ب20. ده انا صغير. انا ما حطيتش الاكل على طول، انا حطيت الميه بتاعتهم، استقبلتهم على الميه بتاعتهم محلول الجفاف. معالجه الجفاف، محلول معالجه الجفاف اللي هو ده، املاح معالجه للجفاف. انا على طول بستقبلهم بميه بسكر. فالمره دي لما حد قال لي وسالت الدكتور قال لي مفيش مشكله ده او ده. فانت لو مش عايزه تجيبيه من الصيدليه، استقبلهم على معلقه سكر صغيره على الرتل ميه ودوبيها، فهو ده زي ده. تمام كده. هو بقى كده النهارده كان الفيديو بتاعنا. فقلت اما يعني اوريكم انا بعمل ايه وبتعامل ازاي، لان في حد نزل لي او حد كتب لي احنا عايزين تربية الكتاكيت من اول يوم، من عمر يوم. فان شاء الله هنتابعهم بقى مع بعض. يعني كل اسبوع هنزل لكم فيديو الفراخ بتاعتي عملت ازاي. والاول مرة ان انا انزل كتاكيت تبقى خطوة بخطوة، او ان انا يعني انزلها لكم على اليوتيوب خطوة بخطوة. فان شاء الله بقى ربنا يعني يصلح لنا الحال كده جميعا. اللي عايزه تربي فراخ، او اللي عايزه تاكل بيتها حاجه نظيفه، او عيالها حاجه نظيفه، او حاجه تبقى عندها في بيتها وعارفه متحصنه ازاي، عارفه واكله ايه، مش متهرمنه، مش محقونه. الحاجات بتاعتها كلها طبيعيه. انت جايبه كتكوت على ايدك مربياه، هتلاقي حاجه مسكره. بدل ما تروحي تشتري مثلا الفرخه تلاقي فيها يعني 2 كيلو تلاقيها صغيره، هتخش لها في 180 200. لا حرام. انت تجيبي الكتاكيت دي، اي نعم هتزنقك شوية او هتاخد منك يعني مبلغ، بس بعد كده هتلاقيهم يعني هترتاحي من ضمن المصاريف اللي احنا بنصرفها. ما هو مفيش اي حاجة دلوقتي غالية. يعني ايه الغالي؟ ايه الرخيص قصدي؟ مفيش حاجة رخيصة. ايه الرخيص؟ مفيش حاجة. فانتي طبعا يعني من ضمن بقى العيشة اللي احنا عايشينها، من ضمن الغلو. فمش هتيجي على الكتاكيت هتقولي لا انتوا المفروض ما تشتروش علشان يعني انتوا كده بتخلوا الاسعار تعلى. لا، لا بجد لا. الاسعار دي زي بورصة، زي الفراخ كده والدواجن. احنا مش عارفين يعني ايه اللي يعني بيخليها تغلى وايه اللي بيخليها ترخص. فبس برضو لا، مش انتي او انا او كده اللي
هنمتنع عن الشراء والفراخ هترخص؟ لا خالص، الناس كل يوم بتشتري وكل يوم بتجيب، واحنا يعني الشعب ده يعني ياما. فدماغي غير دماغك غير دماغ اي حد. في ناس كانت بتجيب 20 هتجيب 10. في ناس ما بتنفعش ان هي تقطع الفراخ من بيتها، في ناس ما بتجيبش من بره، ما بتاكلش حاجه من بره، يعني بتجيبش فراخ من بره، بتبقى كتوفير وكنظافه. يعني عامه. يعني بجد ما تحسبهاش كده، لو حسبتها كده مش هتجيبي حاجه. يعني لو حسبتها ان لا كلنا لازم نمتنع عن الشراء عشان الفراخ ترخص، لا صدقيني، مش انا او انتي او يعني 3 4 او 5 او 1000 هيمتنعوا، واحنا كام مليون. تمام. فانتي لو عايزة توكلي على الله وهاتي، لو عايزة تجربي ابدأي ب5. عشان مثلا غاليين، ابدأي ب5، مش هقولك ب10، جربي فيهم هتلاقيهم نفعوا على فكرة. في ناس ياما قوي بدأت ب5، انا واحدة من الناس بدأت ب12 وكنت جايباهم والله العظيم عشان العب، يعني حابة كمنظر كتاكيت. يعني كشكل ان انا هحطهم هراعيهم، فكنت واخداها كده لقيتهم بسم الله ما شاء الله كلهم كبروا، مفيش واحد منهم حتى يعني كش او تعب او جراله حاجه. فالحمد لله، فبدات بقى كده، يعني حبيت الموضوع من هنا جه تربيه الفراخ. لكن انا طول عمري والدتي بتربي ماليه البيت خير ما شاء الله، فراخ وكتاكيت وبط ورومي وفراخ بلدي، بس عمرها ما جابت الفراخ البيضه. فانا لما جبت الفراخ البيضه ونفعت معايا وعرفت تربيتها ازاي، وعرفت ازاي بتتحضن وازاي يعني بتحافظي عليها، فعرفت يعني ازاي اكبرها. فبقت والدتي مش بتربي غير الابيض على فكرة. يلا اشوفكم فيديو جديد عشان انا طولت عليكم. ان شاء الله كمان اسبوع هشوف، يعني هصور لكم فيديو وتشوفوا فراخي كبرت وبقت عاملة ازاي باذن الله ان شاء الله، يعني وصلنا لحد فين، وايه اللي انا بحطه، وايه اللي انا المفروض كل اسبوع احطه او كل 10 ايام، وايه التحسينات اللي المفروض تتحط. اشوفكم في فيديو جديد، ولاول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. سلام عليكم.